قبل ما اخش على الانترو هتكلم مع ريال مدريد دقيقه. يا اسطى متعاقد مع بلينجهام وجاب لك دوري الابطال. حلو كده الكلام. متعاقد مع كبه وخلاك تكسب دوري الابطال كده بنزاهه. ومتعاقد مع مين يعني؟ ليه امبابي يا اسطى؟ خلاص انت قلت خوسيليو، يعني بص انت مش جاي يا اسطى ان خوسيليو خلاص هو ابن النادي وهيجيب لك اهداف وكده. ليه يا اسطى بجد؟ يعني اشمعنى هو؟ اشمعنى امبابي؟ خلاص مش جالك فلورنتينو بيريز قالك وين از امبابي؟ يعني وين امبابي هذا؟ وين امبابي؟ مش اتكلمت قلت كده يا اسطى بجد والله؟ ليه امبابي؟ ما تكلم يا عم بيلي انت التاني، يعني انت مالكش دعوه؟ لا يا عم ما اسمهاش مالكش دعوه، ما انت برضه انت في نفس النادي. صدق بالله ان اللاعب اللي هتكلم عنه النهارده انضف منكم انتوا التنين. يلا انزل بالانترو يا عم محمود. طبعا في ظل الشحبتشينو ده انا طبعا يعني دخله غريبه شويه، باينه ان هي دخله اصلا مريبه وغريبه، بس ما تستغربش يعني انا لابس نضارتين. انت عبيط يا اسطى. سراك. ازيكم يا شباب، اخباركم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت انترو بسيطه كده خفيفه للتعبير عن مدى يعني حبنا ريال مدريد، وريال مدريد ده هو نمبر طبعا ان انا اعتقد ان ريال مدريد هو يعني الغريم المفضل ليا، بس انا بحب اخليه نمبر 2 لانه نمبر 1 بالنسبه لي نادي غزل المحل، ديربي غزل المحل. واخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يوم عرفه بعد يومين ان شاء الله، النهارده الجمعه بكره السبت ان شاء الله. الحلقه دي بتتصور الساعه 2 الفجر ليوم الجمعه، تمام؟ فباذن الله يعني اتمنى منا ومنكم ان تكون صوما مقبولا لكم انتم مقدما. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. عيد اضحى مبارك على جميع المسلمين، وارزقنا يا رب السنين القادمه حج البيت ان استطعنا اليه باذن الله. ارزقنا ان شاء الله يعني اعواما عديده ومديده، عواما كثيره، ان احنا نعيش فتره الحجاج نكون منهم باذن الله. وافضل ادعي يوم عرفه لكنهم، او لو انت خلاص يوم عرفه ما فيش حاجه تنزل امتى، بس افضل ادعي ان ربنا يسهل لك كل الامور، وان ربك عفو كريم ونحب العفو فاعف عنه. يعني افضل قول انك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم امين. صلي على النبي 3 مرات. طبعا انت عارفني لو مش مستغربني فانا احمد منتصر، بس انا بشعر ودجن كتيره، فهحاول احليكم ان شاء الله في اقرب وقت، من ان انا حابب شكلي كده، بس يعني لازم لزوم التغيير. طبعا انا خسيت، باين عليه ان انا خاسس قوي، مش عارف خاسس ازاي قوي كده، بس المهم ان جهز كوبايه الشاي بتاعتك، لان انا هاخدك في حوالي رحله 10 دقائق او 15 دقيقه من غير تطور في تفاصيل ممله. هحكي لك عن من هو اللاعب الذي يسمى بعازف الليل. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، إنه مسعود أوزيل. مسعود أوزيل أصلا من أصول تركيا، يعني هو تركي، وهو لاعب ألماني، يعني هو من أصول تركيا، وهو بيهاجر. طبعا أيام تركيا تبقى في فترة من فترات كانت تركيا اللي هما ناس بتهاجر بتروح مثلا بلد تاني، زي مثلا منتخب فرنسا دلوقتي اللي هو أغلبيته أصلا من أفريقيا، تمام؟ فهو مسعود أوزيل أصله تركيا، راح ألمانيا من مواليد 15 أكتوبر 1988، يعني حاليا عنده 35 سنة. الفكرة ان هو مسعود أوزيل سنه صغير، يعني سن 35 سنة لو مثلا بيلعب في الدوري الانجليزي وفي الارسنال مازال كان هيبقى مبدع، او مثلا كان لو مثلا كمل مثلا لاعب في الدوري التركي مثلا حتى وقتنا هذا كان هيبقى جميل، لكن هو معتزل دي سنة، وهقول لك ليه في الاخر. مسعود أوزيل اعتزل يعني. المهم
اول مسيره لمسعود اوزيل كانت نادي شالكه في الدوري الالماني، وكان شالكه 04 يعني في شالكه 4 يعني 2004 اعتقد او 1904 عشان هو اغلبيه النوادي قبلها 100 سنه يعني. تمام. بعد كده راح نادي فيردر بيرمن يعني هو راح نادي فيردر بيرمن. بعد كده طلع من النادي ده راح على ريال مدريد. طبعا نقلة ريال مدريد دي هي اللي بتحدث الفارق بين كل الناس. يعني تخيل انت تبقى لاعب في الدرجة في الدوري الألماني، أو مثلا بتيجي مرة تفوت تروح على ريال مدريد. صفقة ممكن تكون مذهلة أو جامدة جدا يعني صراحة. ممكن حوالي هو ليه مثلا 12-13 سنة يعني لاعب في ريال مدريد يعني حاليا، اللي هو في الحدود 2010 2012 في الحدود دي اللي هو بدأ فيها يعني. وحاليا احنا 2024 ممكن ليه حوالي 14 سنة كان لاعب في ريال مدريد او قبل، الله اعلم انا مش متذكر كويس. 2012 2013 2014 لانه قاعد 3 مواسم، فهو ممكن مثلا ليه حوالي 14 سنة كان بيلعب في ريال مدريد، وليه 10 سنين مبطل من لاعب ريال مدريد. مسعود اوزيل لما كان لاعب تحت قيادة مورينيو لعب بطريقة جميلة جدا، ومن كتر ما هو بيلعب انت سميته عازف في الليل. قبل ما انت يعني هو تحسه ان هو كان سادت معاك في الاماكن الكرويه، تحسه ان في كوره فيها لمسه، فيها اسيستات جميله، فيها مثلا حاجات تحسسك ان دي كوره من مثلا من العصر اللي هو الكلاسيك، اللي هو العصر القديم والعصر اللي شغال بيه دلوقتي. حاليا احنا مع الكره الحديثه اللي ممكن تبقى اغلبيتها اهداف او اغلبيتها مفيش مهاره غير زمان. فيعني حاليا الكره بتبقى ماشيه على 3 مراحل. مرحله كلاسيكيه اللي هي القديمه مثلا بتاعت ميلان وروبرتو كارلوس ورونالدو الظاهره وهكذا. بتبدا مرحله ميسي وكريستيانو اللي هي في النص. بتبدا كمان مرحله امبابي وهالاند في الظروف الثلاث محيطه بالحاجات دول. فكان الريال مدريد عباره عن كان بيحاول يعمل كلاسيكو او جلاكتيكوس، اللي هو يعمل فتره زمنيه فوق زمنيه ان هو يجيب لعيبه يخليهم من طراز رفيع، ان هو بيبقوا يكتبوا نسمع عنه. طبعا الناجح في الموضوع ده فلورنتينو بيريز، في ان هو ينقل من خط ينقل لعيبه او يخلي لعيب من سره خافت للعيب نجم. طبعا زي ما قلت ان اي حد بيخش النادي ريال مدريد بيبقى هو عباره عن نجم خلاص. يعني انا زي ما دخلت في الانترو يعني هو جاب كل النجوم دي. ليه مثلا امبابي؟ لان امبابي عايز يبقى نجم. يعني امبابي سيبك من هو كسب كاس عالم ولا كسب ده، هو عايز يكمل نجوميته او عايز يحقق احلامه ان هو يبقى في ريال مدريد. واي حد عايز كده. يعني انا لو مثلا لو ربنا قدرني ويا رب من امنيات حياتي ان انا ابقى مدرب، لو ربنا قدرني ان انا ابقى مدرب واتعرض عليا ان انا ادرب في ريال مدريد، انا مش هتردد نهائي. حتى لو مثلا سيبك من الاحلام بتبقى بسيطه، لكن لو حد امن باحلامه بتبقى ممكن مثلا ايه، امن مش معنى امن ان هو ما تكفرناش، امن ان هو صدق حلمه، ان هو مثلا ممكن يبقى من الصفر لغايه يوصل للمرحله دي. ممكن ما تبقاش في ريال مدريد نفسه، ممكن تبقى في الناشئين او اللي هم المدربين الصغيرين، انك تطلع في الاكاديمي يعني. لكن صدق حلمك هتوصل والله. يعني اهم حاجه فكره انك تبدا من النص من الصفر لغايه توصل لفوق. ف مسعود اوزيل فيعني فلورنتينو بيريز بيبدا باللعيبه اللي هي تبقى اللي هي سن البخت كده يرفعها لفوق، فزي ما قلت لك امبابي وهكذا. تمام. فكره انك انت لو مثلا هضرب مع ريال مدريد، فانا لو مثلا فاضل لي عقد همضيه على طول حتى لو كان مثلا مبلغ ببلاش. فلانك انت كونك تحت حائط ريال مدريد فانت هتكسب. سيبك من الانتماء حاليا، لكن انت لو جت في المصلحه انك انت تدرب ريال مدريد انت مش هتتردد. سيبك من الانتماء خالص يعني انت توصل ريال مدريد زي فانت وصلت يعني. تمام. فكذلك كان مسعود اوزيل لما كان في نادي حوالي فيرمند او شالكه قبل ما يروح نادي ريال مدريد. فكان سره اللي هو باخت يعني اللي هو يعني هو ممكن اقول لك كان نادي فيردن بيدرمن باين مش عارف. الحمد لله. انت الحمد لله يعني. عارف. صلى على النبي السلام. تمام يا عم. فهقول لك كسب ايه مسعود اوزيل
في الفتره بتاعت ريال مدريد. مسعود اوزيل كسب كاس العالم، كاس العالم دي كانت في 2014، لكن هو مع ريال مدريد كسب كاس ملك اسبانيا، وكاس السوبر الاسباني، وكاس الدوري الاسباني. الفكره ان انا مستغرب ان هو اصلا ازاي ما حققش دوري ابطال في 2014. ان هو طب ما تقعد يعني، اقعد يا عم بجد يعني. اللي هو انت جت على دي ما عرفش ومشي وخد طبعا هحكي لك، ممكن لو عايزني احكي لك بالتفاصيل هحكي لك على السريع يعني. لعب 105 مباراه مع ريال مدريد في الدوري، كسب لعب حوالي 7303 دقيقه، جاب 19 هدف، صنع 54، 12 كارت اصفر وكارت احمر واحد. لعب في دوري ابطال 31 ماتش بمعدل 2329 بمعدل 14 هدف و16 اسيست وكارت اصفر. لعب في السوبر الاسباني 4 ماتشات، جاب فيهم هدف صنع هدف وخد طرد. لعب في الملك اسبانيا 19 ماتش بمعدل 1416 دقيقة بمعدل 3 اهداف و9 اسيستات و2 كارت اصفر. دي ممكن اقول لك هو لعب قد ايه مع ريال مدريد، وهي ابرز فترة انت ممكن تطلع منها نجوم. يعني لو تفتكر انك انت في 2010 كسبت دي، وكان ساعتها كان محتلها برشلونة الناحية التانية، بس انت تكسب في الفترة دي الدوري والسوبر والكاس مع كتيبة البيب هناك، فانت عملت انجاز. يعني خليك تذكر هذه الفكرة يعني، او تذكر هذا الكلام. تمام. راح بعديها نادي ارسنال الانجليزي. وطبعا هو على فكره مسعود اوزيل من اسباب حب نادي ارسنال في 2014 ان انا متابع كوره زي ما قلت لك في قصه الكوره في 2015 يعني، او في 2016 في الحدود دي، ان انا حبيت النادي الانجليزي كان اللي هو المدفع اللي هو كان ارسنال. يعني سيبك من ممدوح نصر الله، لما انا قعدت ارقص ممدوح نصر الله هو لسه اول دوري، لكن اللي خلاني احبه اكتر هو في اخر فتره لما ممدوح نصر الله لقيت حد مثلا قريب من نفس الانتماء. ما كنتش عارف ممدوح نصر الله ساعتها، لكن مسعود اوزيل انا كنت حابب كورته خالص. يعني هو لما راح الارسنال يعني كنت متابع اللي هو الفيديوهات ما فيش صاحب يتصاحب مثلا، ومهارات ما فيش صاحب يتصاحب على مهارات يعني لاعب مثلا مسعود اوزيل، وده حرام على فكره، محدش يتابعها. تمام. فلعب في الارسنال، لعب مش هقول لك لعب كم مره عشان خاطر الهبدايه اللي فاتت، بس انا هقول لك هو كسب ايه. كسب 4 مرات كاس الاتحاد الانجليزي 2014 2015 2017 2020. ولعب وكسب كاس الدرع الخيريه اللي هو الدرع الخيري اللي هو بيبقى بين الاول والثاني مرتين في 2014 و 2015. وفي 2014 طبعا كسب بكاس العالم. وهي النقطة اللي هو مسعود اوزيل قال لك فيها ان نحن المان، قالها لك ان دي ممكن اقراها لك لو سمحت. قال لك نحن المهاجرون حين نخسر والمان حين نكسب. من بعد الموضوع ده اقدر اقول لك ان مسعود اوزيل انتهى مشواره الكروي بنسبة 100%. قبليها ممكن اقول لك منتهى لها، اقول لك هو لعب توتال كام مع ارسنال والنوادي التركيه وكده. لعب 737 مباراه، منهم 332 مباراه اساسي مثلا، او مثلا اساسي يعني، او هو مثلا نادي بيلعب، فهو لعب منهم بالضبط 382 مباراه بمعدل 55732 دقيقه، منهم 137 هدف، منهم 12 ضربة جزاء، صنع 258 اسيست، حصل على 52 كارت اصفر و3 كروت حمراء. احيانا طبعا انا الكلام هنا انا كنت عايز، المفروض انا كنتش محضر لمسعود اوزيل قوي يعني، انا اسف لك جدا يا صديقي يعني، بس انا ممكن اقول لك يعني، ممكن انا اسف لك يعني تاني، ممكن اقول لك مسيرته، وهقول لك تخمينه وهقفل الحلقة. انا صدعتك معلش. لعب في شالكة وفردن بيرمين، ده نادي في المانيا، نوادي في المانيا. بعد كده لعب في ريال مدريد والارسنال وفان برخشة وباجر كشهير. لعب في دول، لعب في النوادي دي. احيانا الاعلام الكروي سلاح ذو حدين، يا اما يرفعك من سما يا اما ينزلك سبع ارض. احيانا الاعلام الكروي بيبقى هو اللي احيانا بيفسد او بيموت اللعيبه، لما مثلا اللعيبه اللي على هواهم ممكن يرفعوه لفوق وممكن مثلا ينزلوه لتحت. صلى على النبي.
فالاعلام الكروي ممكن هو اللي بيدمر اخلاقيات اللعيبه. مسعود اوزيل شرح كذا مره ان هو ملوش دعوه بالحاجات اللي مثلا او بالصور المعينه اللي هو اللي خدها. لو عايز تفهم اكتر هسيب لك حلقه الدك هنا، ممكن تروح تتابعها تفهمه اكتر. يعني مسعود اوزيل وبيتكلم، مسعود اوزيل بيتكلم عن سبب يعتبر اعتزاله من يعتبر من قاره اوروبا الى تركيا، ومن اوروبا تركيا في اوروبا، بس من الولايات الخمسه الكبرى لتركيا. مسعود اوزيل بيحاول ان هو يشرح كذا مره ان انا ماليش دعوه بالحاجات دي، هو العلاقه بينه وبينه علاقه سطحيه، ماليش بالافكار اللي هي الموضوع ده. فبحاول اكد للالمان كده، ما حاول ان هو يعني يوضح او يجلي الموضوع ده، ما عرفش، اضطر ان هو يسكت يسكت يسكت. وطلع من مسعود اوزيل من النوع اللي هو بيتاثر من كلام الناس، ودي حاجه طبعا لو جت في لاعب بتدمره. ما ينفعش لاعب كرة قدم يتأثر من كلام الناس، يحاول ان هو يبقى مثلا زي ميسي، زي صلاح، زي رونالدو، اللي هو انا هعاديكم، زي محمد الشناوي لو تفتكر لما قال لكم انتم بتبوظوا كل حاجة. تصريحات زي كده ممكن تخلي اللاعب يبقى فوق. ولو تفتكر في وقتها المفروض فعلا ان الصحافة تقف مع النادي الاهلي قدام الترجي التونسي. طبعا الموضوع ده انقلب عليهم قلب وحشه، انقلب على الشناوي. قال لك الشناوي قائد، الشناوي بيقول له هو قائد وعارف نفسه، قال لك لا انا ماليش دعوه، انا هقول اللي انا عايزه طالما انا بقول الصح وبقول اللي انا شايفه، مش هيأثر مثلا معايا، او لو مثلا هيأثر معايا هيعمل ايه؟ يعني هتوقف ماتشين ماشي، بس هو عارف نفسه ان هو صح، والناس كلها عطته ثقه. وفي نفس الوقت الاداره النادي الاهلي شجعته ان هو مثلا يتكلم ويقول له انت صح. ما هو صح حرفيا، يعني هو يعني قال لي غلط فعلا. انت لو تفتكر ان النادي الاهلي، يعني هل النادي الاهلي في وقت اتشجعوا الناس شجعته؟ يعني الصحافه يعني شجعوهم. لك مشكله تدور بين محمد الشناوي ومحمد هاني، او محمد الشناوي ومصطفى شوبير، في من فيهم ما هيقف في المباراه النهائيه. طب ما انا لو قعدت مثلا اهتم بكلام الناس في وقتها وانا عليا نهائي، ايه اللي هيحصل؟ احتمال اخسره، التشتيت ذات نفسه ممكن يخسر. فكذلك مسعود اوزيل حصل له نفس الموضوع. مسعود اوزيل من كتر ما حتى الصحافه بعد ما مشي راح تركيا، الصحافه نزلت عليه اكتر فاكتر، فحاول يمشي من نادي جوه نادي لغايه ما هو فصل الدنيا كلها وقال لك انا مش هلعب كوره تاني وكفايان على كده، تعلق الحذاء. وكان طبعا السنه اللي فاتت يعتبر هو اعتزل، كان حوالي في شهر 22/3 اعتقد. الحاجات اللي كانت المحزنه ان هو اعتزل، يعني انك انت صبر عليك واحد من جلاكتوس الكوره دي، وسنه كان 34 سنه، كان يعتبر صغير. يعني انا محمد صلاح عنده 34 سنه ولا 32 سنه. طب ما انت مسعود اوزيل ده نفس خامه محمد صلاح او نفس خامه مسعود اوزيل، نفس الخامه، لكن هو احسنهم. يعني انا عايز اقول لك ان هو احسنهم، ونفس خامه بالضبط بدون مبالغه خامه لوكا مودريتش. بس انت حسيت برضو ان هو يعني انشف يا عم شويه، ان هو مش هينفع. بس هو للاسف اهتم بكلام الصحافه واضطر ان هو يعتزل كرويا. ومن الحاجات اللي هي تحسسك بالحزن انك انت برضو مش هتعرف تتحكم في اللاعب، يعني هو مختار طريقه هو من الاول، هو رايح فين يعني. بس وصعب عليك مسعود اوزيل ان هو اعتزل. جه بعدها طبعا المنتخب الالماني اعتزل في 2018 بعد كاس العالم لما طلعوا من دور المجموعات، كان هو اصلا بطل في 2014 ضد الارجنتين. فموضوع محزن ومغزي ويجرف، ما اكدبش عليك. بس دي كرة القدم. كرة القدم احيانا تعطيك الكثير ولكن تأخذ منك ما تريد. يعني اهم حاجة انك انت لما تيجي تفكر تسمع كلام الناس، اسمع كلام الناس الصح، تمام. اسمع كلام الناس اللي تحسسك ان لازم، او تسمع عنها صح. كلام الناس، معلش، تسمع كلام الناس اللي تخليك يعني ترفع لسانك قدامي. ممكن تكون انت على الدموع وريك حاجة كتبت على ايدي. كرة القدم رسائل، ولو ما عملتش الرسالة اللي عليك تلاقي نفسك ضعت. فكر كويس انت مين، وادعي لهم
وحاجة خلصت على كده. مسعود أوزيل من أعظم اللعيبة في العالم، إن هو دافع عن المسلمين والإسلام في الصين. ملوش دعوة بالحكايات التانية، أنا ماليش دعوة بيها برضو، بس أنا ممكن أقول لك إن أي لاعب حابب إن هو يوصل رسالة هيوصلها. كذلك أنا لو حابب إن أوصل رسالة إن أنا أقول يعني لأ للموضوع الحديد اللي بينزل على الناس ده، ولا مش هينفع، لازم أقول لأ. ولازم تدعي، ادعي، اعمل أضعف الإيمان إنك تدعي وتقاطع، بس بجد حاول إنك أنت تتقي الله بينك وبين نفسك، وتصلي على النبي كتير وادعي لهم. وأنا آسف إن أنا بينت حاجة جوايا، الموضوع أصلا صعب، وممكن إن أنا مبينه ده عشان خاطر أنت تتأثر شوية. عايزك تحس إنك أنت بني آدم ولو لمرة واحدة، أو تحسسهم إنك أنت عايش. أنا كده مهما حصل أنا لا أسوي شيء، كده أنا هموت والناس كلها هتفتكرني، أتمنى الناس كلها تفتكرني بالخير. الطفل الفلسطيني هو اللي هيفضل عايش، وهو اللي هيفضل حاسس بالحياة اللي هو عايش فيها. هم كانوا بيكتبوا اساميهم هنا عشان خاطر لما تنزل عليهم الحديدة، انت فاهم يعني الحديدة، لما تنزل عليهم يبقى عارفين ان الشخص اللي بيتوفى مين هو. دي هتتمسح وانا بتوضى وانا بصلي مع الوقت، بس ممكن ما تتمسحش عندهم هما من اول مرة. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية يوسف فضل ومسعود أوزيل وشات جي بي تي شوية بس، لكن شكر خاص جدا ليوسف فضل ان هو جاب لي كمية المعلومات الكتيرة جدا. وشكرا خالص لكل الناس اللي هي مشاركة جديدة. وصلي على النبي.